الكرة العالية فوق، جول عملها هو فنان ابن فنان. نعم عبد الرحمن المشفري ابن الفنان عيد حارب المشفري يتقدم للمنتخب العماني بأول أهداف اللقاء. الله 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 الله. نعم 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 نعم. لأول مرة بشوف الشمس بتطلع بالليل. ظهرت نعم الشمس بتطلع بالليل بعد هذا الهدف الذي يضيء الاستاد أكثر وأكثر ويقدم الطريق لمنتخب عمان ليحصد اللقب الثالث. وضربة راس صعبة على الحراس. نعم والأول مرة بشوف الشمس بتطلع بالليل. المشفري يسجل من ضربة راس. قربوا والله يا ولد العيب. لا 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 لا. ضربة جزاء لصالح الأحمر البحريني. نعم 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 نعم. ضربة جزاء. السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حدائق الآخرين. حقك يا أخي، وضعك يا أخي. السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حدائق الآخرين. أنت تملك الإمكانات، أنت تملك الظروف كلها أنك تقدر تعود. وقد عاد البحريني بضربة جزاء. هل يسجل أو قد لا يسجل، لكنه عاد. وأي عودة انطلاقة روعة 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 من محمد مرهون وضربة جزاء. بص شوف الحكم فين وانت بتقول ضربة جزاء. بص شوف الحكم فين. ضربة جزاء طبعا مع سبق الإصرار والترصد. ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. يا سلام يا مرهون يبحث عن الجول. ولكن جميل اليحمدي يرتكب خطأ كبير جدا. وضربة جزاء لصالح المنتخب البحريني. في البدايات كانت البحرين، في الأواخر تفوقت عمان. ونبدأ المباراة من جديد. محمد مرهون يبحث عن الجول. محمد مرهون عندما يعمل الإخوة معا تتحول الجبال إلى ذهب. السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حدائق الآخرين. هي حديقتك، هي بيتك. تقدر تعيد وتكتسب السعادة لنفسك من جديد. محمد مرهون وضربة جزاء للنجم البحريني الكبير محمد مرهون. السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حدائق الآخرين. يعود نعم في البدايات أو في الأواخر عمان والبحرين سحر ملوش آخر. 1-1. أي إصرار، أي تحدي. رفعوا شعار البحريني بيقول ما في حد أدي، وقد كان بالفعل 1-1. عادوا وهي عودة بإصرار بقيمة كبيرة لكرة القدم البحرينية والمهارات الفردية. بالروح والإصرار حرموا عمان من الانتصار إلا إذا جد جديد. إذن 1-1. شكرا لكل من قدم هذه الصورة الجميلة في كرة القدم العربية الخليجية. شكرا للكويت ولكل من ساهم في تقديم هذه الصورة الجميلة للخليج عموما وللكويت خصوصا. شكرا لمن قدم كرة العرب بهذا الشكل وبهذه القيمة الفنية الكبيرة. 1-1. جميل اليحمدي يرتكب خطأ من ضربة ويتسبب في ضربة جزاء. يسجل محمد مرهون هدف المنتخب البحريني، هو هدف التعادل. نلعب في الدقيقة 80. كنا قربنا خلاص من النهاية، ولكن الدقيقة 80 دقيقة 79 بتشهد هدف التعادل. المنتخب البحريني يسكت؟ لا. يصمت؟ لا. يبحث عن هدف ثاني؟ طبعا اوفرلاب جميل. لا 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 لا. هو برضه هو الخطير، هو المزعج، هو المؤلم، هو صاحب هدف الفوز باللقب محمد الربيحي. هو من سجل في السعودية بأول لقب في تاريخ البحرين يسجل الهدف الثاني. جنون. كرة القدم كما يجب أن تكون. نعم جنون في البدايات أو في الأواخر. عمان والبحرين سحر ملوش آخر. حبيبي يا نور العين سجلوا هدفين للبحرين. بحرين مش بحرين. قلت لكم دول 10 بحار. اسأل حتى نجوم الليل. نعم هتلاقي الروعة بالنهار أو بالليل. دول مش البحرين، دول 10 بحار، بل إنهم المحيطات. المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي. المحيط الهادي هو أكبرهم، يغطي أكثر من ثلث العالم، والبحرين تسعد عشاقها في كل العالم.
قد يكون بلد صغير العدد صغير الحجم، لكنه قيمة كبيرة. كانوا قريبين من كأس العالم 2006 وكأس العالم 2010 لولا نيوزيلندا ولولا ترينداد وتوباغو، وبطريق الخطأ محمد المسلمي يسجل في مرماه برضو عن طريق مرهون. ما هذا المرهون الخطير، ما هذا المرهون العجيب، محمد مرهون اللي رفع رصيده ل3 أهداف بضربة الجزاء يتساوى مع عصام الصبحي، وهذا الهدف سيحسب اون جول على محمد المسلمي. جماهير البحرين لن تنام، لن تنام، نعم 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 لن تنام. لو فازت البحرين ستكون تاني مرة. انطلاقه واللحظات الاخيره، عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء والضغط من الحكيم. نعم صافره النهايه، ويا لها من نهايه حبيبي يا نور العين. خليجي 26 للبحرين. الله 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 الله. واسال حتى نجوم الليل، البحرين ورت لخليجي 26 الويل. كسبت الكل، كسبت الكبار، كل الكبار، كسبت العراق، كسبت السعودية، كسبت الكويت، وتفوز الآن على عمان. حبيبي يا نور العين، كأس الخليج لتاني مرة للبحرين. رحم الله الراحل الشيخ عيسى بن راشد، رحم الله الراحل الشيخ عيسى بن راشد. كان فرحا، كان سعيدا، كان منظما، كان مرتبا، كان يتمنى هذه اللحظات الجميلة. مبروك للبحرين، هارد لك لعمان. مباراة كبيرة تليق بقيمة البطولة، وتليق بقيمة الحضور الجماهيري الكبير، وتليق بقيمة ما قدمته الكويت للعرب وللخليجيين. الخليج كل الخليج، الكويت مهيئة لاستضافة كأس آسيا، الخليج إن شاء الله يستضيف كأس العالم في قطر وقريبا في السعودية. مبروك لأهل الخليج، ليس فقط مبروك للكويت، ليس فقط للبحرين، ليس فقط لعمان، مبروك للكل. هذه الصورة الجميلة، مبروك للبحرين. هذا الانتصار، بحرين رشحها البعض، عمان رشحها البعض، ولكن فازت البحرين لأنها سجلت جونين بينما عمان سجلت هدف واحد. مبروك درجان حارس المرمى اللي أصبح مدرب كبير، وهارد لك لرشيد جابر المدرب العماني الذي قدم بطولة محترمة مع لاعبيه، بينما الحارس الأفضل في البطولة إبراهيم لطف الله. مفيش كلام، عاشق الأكيل، الأكيل يبقى اسمه بتاعته اكتبوا عليها كده، الأكيل إبراهيم لطف الله، ربنا يحفظه بالهنا والشفاء. نعم نعم نعم، منتخب البحرين يقدم صورة جميلة كبيرة، صورة كبيرة فعلا قدمها المنتخب البحريني. أفضل فريق متطور في كأس في العالم من 20 سنة. منتخب البحرين اللي كان رايح كأس العالم أمام ترينداد وتوباغو لولا الخسارة بهدف على ملعبه وتعادل هناك 1-1. منتخب البحرين اللي كان رايح كأس العالم بعد فوزه على بعد خسارته أمام نيوزيلندا وإضاعة السيد عدنان ضربة جزاء. البحرين دائما رقم صعب في البدايات أو في الأواخر.